شاهدوا رئيس الفيفا كم هو معجب بملعب طنجة العالمي، والله نحن فخورون بأن هذه الملاعب توجد في بلد شقيق مثل المغرب الحبيب. الملاعب الكبيرة شيدت الكثير من الملاعب التي محسوبة على هذه الملاعب الكبيرة هذه الأيام. آخر معلومات تفيد أنه سيفتح يوم 15 أكتوبر القادم، يعني بعد شهر تقريبا، في حين شفنا ملاعب جميلة وجميلة جدا، خاصة ملعب طنجة ملعب تحفة. رئيس الفيفا قال لهم حافظوا على هذه المنشآت، حافظوا على المنشآت، تشعرك بالفخر يا شيدة ملاعب 20 ملاعب تلو الآخر. أعطينا الملاعب داخل الملاعب، خاصة شاهدوا الأرضيات، هذه أرضية ملعب طنجة. رسالتي لهم أن يحافظوا على هذا الصرح، على هذا المعلم، وعلى هذه الملاعب العالمية. طبعا هذا هو ملعب طنجة الجميل والجميل جدا، أحد الملاعب العالمية التي نفتخر ونعتز بأنها متواجدة في بلد شقيق مثل المغرب. تعود لي يا حمزة البطاقة الحمراء لا تخص الملاعب، شوف الملاعب كم هي جميلة، خلينا نزيد نتمتعوا بهذه الملاعب وهذه الصور، هذه التحفة المتواجدة في قلب المغرب الشقيق. تقريبا كل إفريقيا لم تكن، وفي الشرق الأوسط لم تكن تملك ملاعب مثل هذه. هذا ملعب طنجة، حتى في أوروبا الشرقية ما كانش عندهم ملاعب. هذا هو جمالية هذا الملعب الرائع الذي أيضا تم ترميمه. شاهدونا رئيس الفيفا أردت أن أتوقف عند هذه الصور الجميلة. لم يكن لنا الوقت الكافي يوم الخميس، لم تصلنا بعد تلك الصور الجميلة التي زينت كل نحن السنتي من فضلك يا سيدي المخرج حتى نشاهد هذه الصور الجميلة لملعب. صراحة صور رائعة تشعر بها بالاعتزاز وبالافتخار. متواجدة في بلد شقيق مثل المغرب، ملعب يشبه ملعب أليونس أرينا أو ملعب بايرن ميونخ. صراحة صور جميلة زادته أناقة تنوع الأضواء الكاشفة التي كانت بهذا الملعب الذي يبقى تحفة كبيرة. صور جميلة لعملية إشعال الأضواء ذكرتنا بمونديال قطر سنة 2022 أو نهاية سنة 2022 ديسمبر في الملاعب العالمية بدولة قطر. صراحة أرضية ميدان هذا الملعب أيضا جميلة وجميلة جدا، لكن قضية الملاعب أصبح الشغل الشاغل للمناصر الجزائري. شاهدوا الأرضية، أرضية ملعب طنجة جميلة وجميلة جدا. شاهدوا هذه الصور الجميلة تشعر وكأنك في ليس في قارة إفريقيا صراحة. باسكو اليوم اللي راهو مسؤول عن الرياضة اللي هو الوزير الرياضة سيد وليد صادي لازم يفتح تحقيقات. لا سي كراف في 2025 داخلين 2026. اليوم تتكلم انت تشوف صور تاع ملعب، تشوف صور تقدر تقول عالميه، شغلك في اوروبا، راك في افريقيا. باسكو الاستاد نقولوها بكل صراحه استاد عالمي ملعب طنجة من كل النواحي. اليوم انت مازلنا نضربوا. تشوف انت لا دانيير فوا بن عكرمه المولوديه ما كانش وين يلعبوا، ومن بعد امسير بما كانش يلعبوا، ولاو العصر الحجري الفاوت الغطاء ما كاش. عيب صح، عيب صح، عيب عباك علاش عيب. وكان قال ما كاش لي ستاد معليش والله غير نسكتوا كيما بكري، ما كاش فاوت قبه بولوغين واحد يسكت. اليوم علاش قلت لك انا اليوم اللي راهو مسؤول على الرياضه اللي هو وليد صادي لازم يتدخل. ما كاش مام كومينيكي ما كاش. علاش عطونا علاش ماهوش واجد الملعب؟ شو راح تحكي مع باليش على اليمن، راح تحكي على عفسه شنو كان تحكي عليها تطرطق الجزائر. لا احكوا لنا دير كومينيكي علاش هاد الصاد ماهوش واجد، علاش هاد الصاد وشاك فوا يتعاود الغازو. ماشي اشكاليه، كاين اشكاليه لازم نشوف. لا لازم باسكو كاين قوانين، كاين ما راناش في غابه، كاين ناس اللي مسؤولين على هذا الشيء لازم ياخذوا اجراءات لازمه واجراءات. لا خويا الو يا اخي بالله ما عادش يتسكت، كل مره نشوف الاعلام الجزائري يتغشش ويغيظ على المغرب. يا اخي شنو ذنبهم؟ يخدموا بلادهم، يطوروا الملاعب، يعملوا تنظيم عالمي، وكي الناس تصفق لهم الجزائريين يقعدوا يطيحوا بالقيمه. شفتوا رئيس الفيفا انفانتينو كي مشى لملعب طنجة تبهر، قال ملعب عالمي، حاجه ما صارتش في افريقيا. المغرب اليوم عنده ملاعب كيف اوروبا، طنجة، مراكش، مولاي عبد الله، محمد الخامس، حاجات تشرف القارة الكل. أما الجزائريين بدل ما يخدموا ويصلحوا ملاعبهم الخربة يفضلوا يحكيوا على مؤامرات وكولسة. بالله المغرب فرض عليهم الفيزا في كأس إفريقيا وهو قرار سيادي يحمي بلادهم من الفوضى والتخريب. يا أخي عندهم الحق، الحقيقة لازم تتقال. المغرب سبقنا وسبقهم بمئات الكيلومترات، يخدموا بجدية، ينظموا بالكيف ويخلوا العالم يصفق،
واللي غيران يشرب من بحر. حضور المغربي القوي الاخير ما هوش مرتبط فقط على خاطر القزع قوي، ليه؟ خاطر الدوله المغربيه قويه في افريقيا، صحيح. هي مرتبطه بالعامل السياسي. صحيح. يا اخي قبل رئيس الاتحاد الافريقي شكون؟ ما كان الملغاشي، أي. هو كان تقريبا يعني مش مغربي تقريبا. دونك السياسه هو تحط في المغرب. السياسه مؤثره. وعلاش مصر قويه؟ لانه المقر في مصر، المقر بالتالي في مصر. يعطي قوه. صحيح. دونك مرتبطه راهي ماسكين بالكوره. احمد يحيى احمد يحيى زاد ايضا لانه حليف المغرب. لا كيفاش معناتها نائب رئيس هو حليف المغرب. هو حليف المغرب. هو حليف المغرب وعنده علاقات كبيره احمد. من خلال هذا المنبر نطالب الدولة الجزائرية أن تعاند المغرب الشقيق. شاهدوا انبهار رئيس الفيفا بملعب طنجة العالمي بالمغرب الشقيق والعزيز على قلوبنا، ونمروا لبطاقة حمراء أخرى أعتقد أنه لازم نوجهها لنا جميعا، كل المنظومة الكروية الاتحادية الرابطة. يا أخي خلاص بسطة، لما شفنا الصور اللي ما عندوش ملعب، يعني يجب النهوض بكرة القدم الجزائرية. الصور التي شاهدناها، أعطينا صور نشاهدوها تجعل الرجل أو المواطن المغربي يفتخر، والله كأنك في أوروبا، كأنك في سانسيرو، ولا كأنك تشاهد مباريات في أنجلترا ولا في إسبانيا. صور جميلة، ملعب جميل، اللي يروح للملعب على الأقل تمتع بالأجواء داخل المدرجات. في هذا الملعب المغربي ملاعب يعني صراحة كي تشوف صور مثل هذه هل ما نغيروش على روحنا ونقولوا لماذا المغرب يتقدم والجزائر ترجع للوراء؟ كفانا يعني بين قوسين، سمحوا لي العبارة، نطلعوا في فرق ما عندها لا ملعب، يعني وقالها واحد الوقت احنا قلناها في البلاطو والناس زعفت. شوف الصور هذه، صور مثل هذه تجعل أي مغربي يفتخر. الناس كامل كانت تتكلم على هذه الصور الجميلة اللي شاهدناها. اللاعبين الجزائريين المساكين يقول لك والله غير نحبوا نلعبوا في مثل هذه الأجواء. ما نلعبش أنا في ملعب ما فيه لا إضاءة لا إنارة لا غرف تغيير الملابس، دين تاع غرف تغيير الملابس، لا مسخون، لا عفاكم الله مراحيض في المستوى. علاش؟ احنا تشوف كل سمانه. صح، صور جميلة تجعلنا نشهر البطاقة الحمراء لمن يريد أن نبقى دائما في الحضيض. نريد أن نصعد، وخليوا المستوى يزيد يصعد، خلينا من خلينا من السوسيال هذا، على الأقل نطلعوا المستوى. ولكن أنا نغير على بلادي لما نشوف صور مثل هذه، وراح نزيدوا نشوفوا صور في المغرب. الحقيقة عملت باليه اخر فاتت الحقيقه فرق العربيه الكل، والدليل ان معناتها باش يجيو 9 ماتشات اليميناتوار نتاع الكوب دي موند في المغرب. هذا كل تحضير لكاس العالم. والحقيقه الملاعب ما عندكش ما احسن ملاعب من المغرب. راه المغرب من احسن الملاعب موجوده تو، معناتها كسوا جرادانيت كسوا فيستيري. المغرب مصر جنوب افريقيا هذوما عندهم. اي اما المغرب احسن المغرب على مستوى الدبلوماسيه الرياضيه نمبر رقم واحد. ولا معناتها والعباد تعرف تخدم والفيدراسيون تعرف تخدم. وراك شفت انت ديما نقعدوا نحكيو، وتشوف انت الاكاديميه تاع محمد السادس وتشوف معناتها لي ستار نتاعها وين يلعبوا، تشوف ابراهيم دياز وين وصل، تشوف الحكيمي وين وصل. معناتها الحقيقه مش من فراغ انك تلقى معناتها 5 6 ملاعبيه يلعبوا في لونيفو، يلعبوا في ريال مدريد، يلعبوا في معناتها ليفربول، في برشا فرق، في برشلونه معناتها كما جات معناتها يامار راهو مغربي معناتها. دونك مش من فراغ. على ادم ازنو صح في بايرن، مش من فراغ في كاس العالم نتاع في قطر اللي هي وصلت للدومي فينال. هذه الكل خدمه تخدم عندها دوبوي اكس تون معناتها صحيح. ما تحبش وين لعبت المغرب 2014 وريت العباد كيفاش قاعده تخدم وكيفاش معناتها قاعدين يبنيو في الملاعب، وتشوف معناتها حاطين معناتها فلوسهم ودمهم وكل في يحبوا يوصلوا للحاجه ووصلوا لها، ومازالوا راهو باش يعملوا حاجات معك. الاكزومبل هو التيران جديد اللي يرفع 115,000 متفرج. دونك معناتها المغرب بوست باليه تحكي تقارنها بالاوروب، ما عادش تقارنها بالافريق وهذوما كل. محمد الو، معنا مكالمه من العاصمه. الو، وشكون معنا؟ أنا أم هردوزة من الجزائر العاصمة. يا بوتبونة والله غير قلبي راه يتقطع، ما قدرتش نسكت اليوم. مرحبا بيك أختي، قولي واش كاين؟ شفت رئيس الفيفا إنفانتينو كي زار ملعب طنجة تباهر، قال ملعب عالمي، المغاربة داروا حاجة كبار بزاف، ملاعب كيف أوروبا، وأنا هنا نقعد نتفرج ونبكي على حالنا. هدي روحك شوية أختي. كيفاه نهدى يا بوتبونة؟ ملاعبنا كي تصب شتا شوية تولي برك تاع وحل، العشب يطيح، الكراسي مكسرين. يا حسرة على أولادنا، ما عندهمش وين يفرحوا رواحهم. بالصح لازم يكون عندنا أمل. أمل؟ وش من أمل؟ المسؤولين تاعنا نايمين، غير شعارات فارغة وخرطي. والمغاربة زادوا فرضوا علينا الفيزا باش ما ندخلوش نحضروا كأس إفريقيا. كنت باغية نمشي مع أولادي نفرحهم، والحلم تحطم قدامي. راني فاهمك والله يا أم هردوزة، بالصح هدي شوية أعصابك. ما نقدرش نهدى يا بوتبونة، المغرب سبقنا بالسنين، سبقنا بمئات الخطوات. اليوم كامل العالم يصفق عليهم وإحنا بقينا غارقين في الفوضى. الله يجيب الخير أختي، ربي يفرج علينا.